سفر التكوين أصحاح 17 وعدد 1 بنشوف لقاء بيحدث مع أبونا إبراهيم. يقول الكتاب بدقة كده في عدد 1: لما كان إبرام عمره 99 سنة. وده مهم قوي. ليه مهم؟ لأنه الإعلان اللي الرب جه يعلنه عن نفسه لأبونا إبراهيم، قال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. والحقيقة ليه بقول دوت؟ لأنه الرب كان وعد أبونا إبراهيم إنه هيكون في نسل، وإنه نسله هيملأ الأرض، وإنه هيكون زي الرمل اللي على البحر والنجوم السماء. وكان إبراهيم لسه عنده 99 سنة وما عندوش ولاد. وإبرام فعلا في التوقيت دوت أبونا إبراهيم قال للرب إزاي ده يحصل؟ كأنه اتأخرت، كأنه الموضوع صعب، كأنه ده عمره ما هيحصل خلاص، ليت اسماعيل يعيش أمامك. لكن الرب أكد على أبونا إبراهيم وقال له لا، هيكون في نسل منك حتى لو الموضوع بدأ يبدو مستحيل. أنا إيل شداي، أنا الإله القادر على كل شيء. وابتدى يأكد له ويديله مواعيد على الوقت اللي جاي هيحصل معاه إيه. وغير اسمه. اسم أبونا إبراهيم الأول كان إبرام، بمعنى الآب المبجل أو المرتفع. وقال له أنا عايز اسمك يبقى إبراهيم، أب لجمهور كثير. صدق في إنه أنت هيجي منك نسل كثير جدا، والمواعيد هتحقق. أنا وعدت وأنا لا تمم المواعيد. وده اللي قاله الرسول بولس في رومية 4 وعدد 21: وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. ونفسي أقول لك هذه الجملة ليك شخصيا: تيقن أن اللي الرب وعدك به هو قادر أن يفعله أيضا. هو إيل شداي القادر على كل شيء، هيتمم الوعد مهما كان العيان ومهما كان الواقع ومهما كان المنظور. هو يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه في أمر. هو اللي قال بفمه هيتمم بيده وبقدرته، لأنه إيل شداي القادر على كل شيء. آمين. كان عمري وقتها 99 سنة. الله ظهر لي وقال لي أنا الله الجبار اللي بيقدر على كل حاجة مهما كانت مستحيلة، وعندي القدرة أسدد كل حاجة. اسمع كلامي وعيش حياتك من غير ما تغلط قدامي، ولو عملت كده هعمل اتفاق بيني وبينك وأولاد كتير هديلك. لقيتني ركعت وسجدت له. كمل كلامه وقال لي ده عهدي معاك، هتكون أصل لشعوب كتير، ومش هيكون اسمك إبرام بعد كده لكن إبراهيم، لأني خليتك أب الجمهور عظيم. هكتر من عيالك وهيكون منك شعوب كتير قوي، ووعد ليك أبدي بيني وبينك وبين عيالك ولكل الأجيال من بعدك. عهدي إني هكون إله ليك ولنسلك من بعديك. ورغم إن عمري كان 100 إلا سنة ومراتي عجزت ومستحيل نخلف عيل، إلا أن الله حقق وعده وبقيت أب وأنا عمري 100 سنة. هو الإله المسيطر القدير، ومفيش في قاموسه كلمة مستحيل. صدقت فيه وفي قدرته، وربيت ابني على مخافته ومحبته. ومهما عديت بصعاب بفتكر إنه القدير اللي يقدر يفتح أي باب. إيل شداي. في سفر التكوين وأصحاح 17 وعدد 1 الرب أعلن عن ذاته بهذا الاسم لأبونا إبراهيم: أنا الله القدير، إيل شداي. والكلمة بتعني القادر أن يفعل أي شيء في أي وقت. وليها معنى تاني أيضا: هو فيه كل كفاية. هو كلي القدرة وأيضا فيه كل كفاية. أي احتياج هو قادر أن يسدده، وهو قادر أن يصنع أمور عظيمة تبدو في عينينا مستحيلة صعبة الحدوث. فتية الثلاثة في سفر دانيال أصحاح 3 نبوخذ نصر بيقول لهم أنا هألقيكم في النار، وهم بيقول لهم كده مين يقدر ينقذكم من إيدي؟ قالوا له على فكرة هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده، هو يستطيع أن ينجينا من أتون النار ومن يدك أيها الملك. كان عندهم ثقة في الرب إيل شداي
الإعلان ده كان قوي جدا وواضح قدام عينيهم، هو يقدر ينجينا من أتون النار. وده اللي حصل لما رماهم نبوخذ نصر. الرب جه اتمشى معاهم وحول أتون النار إلى مكان جميل بيتمشوا فيه مع الرب. هو القادر أن يصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. نفسي أشجعك، معرفش إيه اللي عندك دلوقتي يبدو مستحيل. الإعلان ده شخصي ليك دلوقتي، ربنا بيقول لك عن نفسه، جاي يعلن لك عن ذاته. أنا الله القدير، لا يعثر علي أمر، أقدر أسدد كل احتياج، أقدر أنجيك من أي خطر بتعبر بيه، أقدر أصنع اللي وصلت ليه وإنت قلت مستحيل. العيان بيقول ما ينفعش، الواقع بيقول مستحيل. الرب جاي يقول لك النهاردة، بيرد على كل كلمات اتقالت لك بجملة واحدة: أنا الله القدير، أنا إيل شداي القادر على كل شيء. آمين.